ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. ويلا يا جماعة نبدأ يوم جديد النهاردة. بس قبل ما نبدأ يومنا ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش عشان متابعتك تشرفني كتير. يلا يا جماعة نبدأ يومنا. اول ما صحيت من النوم كده رحت، طبعا عملت حاجة بسيطة فطرت بيها. وبعدين بقى كان عندي شوية غسيل، رحت قلت لا ده انتوا تعالوا، ده انا هخلص عليكم بقى النهاردة، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ يلا. هما كانوا حطيتين بالظبط في الغسالة اللي هي الفوق اوتوماتيك، يعني ما كانش كتير. فقلت برضو لا، هخلص عليكم. رحت دخلت المطبخ وانا بغسلهم يعني. انا يا دوب حطيت الحطه اللي انتوا شفتوها دي ودخلت المطبخ. عملت ايه؟ جبت لفه جلاش. قلت بقى غدا النهارده يبقى خفيف خفيف، علشان ايه؟ الولاد، انا قلت لكم قبل كده ان ولادي بيحبوا الاكل النواشف، مش بيحبوا الطبيخ كتير. فلازم اعمل لهم اللي هم بيحبوه. اعملي الجلاش بالطريقه دي وادعي لاختك. بصي، قطعي الجلاش، ما ترصهوش واحده واحده زي ما احنا متعودين. قطعيه وشوفي الفرق في الطعم، هتلاقي فرق يعني. سبحان الله، المكونات هي الطريقة بتختلف حاجات بسيطة بس بتفرق في الطعم، سبحان الله. بس يا جماعة قطعت لفة الجلاش كلها بالسكينة المنشار، مش عارفة ليه بقت ضعيفة كده. فتمام يعني، ماشي الحال. اهو بصوا، انا هنا قطعت الكمية كلها، مسحت علشان مخليش فتافيت. تمام. بحب اعمل الجلاش او البشاميل في الصواني الالمونيا اللي هي توتا، عشان البايركس بتحرق الحاجه من تحت. اكيد كل اللي عنده بايركس عارف حاجه زي كده. فديت كده معلقه سمنه كبيره من تحت، هي اول بقى ما هتدخل الفرن هتسيح وهتفرش الصينيه كلها. فمش لازم ان انا افرش الصينيه كلها يعني، هي كده كده هتفرش لوحدها. وهحط نص كميه الجلاش المقطع، ولو في كام واحده كده على بعضيهم فرفتيهم، فرفتي فرفتيهم كده من بعض. إيه، حسيت ان انا عايزه جلاش تاني فحطيت. بعد كده بقى ايه، رحت جبت، فاكرين المشتريات اللي انا قلت لكم انا عصقت كيلو لحمه وقسمته على 4 وجبات؟ بصوا هوريهولكوا بقى دلوقتي. بصوا هنا بقى كده ايه، معلقتين سمنه محترمين، برضو هتدخل الفرن هتسيح وهتعبي الكل، لان دوت جلاش مقطع مش هينفع نعمل بالفرشه. بصوا بقى، طلعت كيس من اللحمه المعصجه، معصجاها وشايلاها في الفريزر متعصجه، يا دوب بس طلعت فكت. ورحت ايه، حطاها في ايه حطاها في الصينيه يعني. بصوا انا لسه صاحيه من النوم، فقلت اسجل لكم الفيديو دوت عشان يلحق ينزل. فمعلش سامحوني لو انا مش مركزه، كان في فرح امبارح تحت البيت خلصان الساعه 4 الصبح، ما عرفتش انام. عقبال يا رب الجميع يفرح باولاده واخواته وكل حبايبه، يا رب ربنا يفرح الناس كلها، ما يكتبش حزن على حد ابدا. حطيت النص التاني من الصينيه، وبرضه هحط سمنه على الوش. ما هو احنا مش هنستخسر في نفسنا يعني. وبعدين السمنة دي مهما تحطي قيمتها قليلة عن ما انك تحطي الجلاش واحدة واحدة وتدهني. وانا بعتذر برضو الاضاءة ضاربة جامد في الصينية مش مبيناها قوي. بس انا زي ما قلت لكم ان انا ظبطت الاضاءة الحمد لله. بس الفيديوهات دي لسه القديمة، الجديدة لسه ما نزلت لكوش، عشان الفيديو ده كان من 4 ايام هو قديم. ده انا جبت بقى الرز البسمتي، لازم تنقعيه ساعة طبعا قبل الاكل يعني قبل الطبخ، كلنا عارفين كده. فنقعته وقلت له تعالى بقى انت، ودخلت الصينية فين؟ على الفرن. جبت طبق حطيت فيه بيضايه، انا لسه ما حطيتهاش. بصوا برضو عشان الطبق ابيض قوي فالاضاءة ضاربة فيه فمش ظاهراه. ماشي معلش يا بنات. بصوا هنا جبت بيضايه، خبطة البيضاية اللي انا بخبطها مش عارفة ليه بتبهدل الدنيا كده، مش عارفة بس ماشي. حطيت البيضاية، هحط عليها رشة ملح. تمام، انا عايزة مشاركوا ايه الخطوات واحدة واحدة عشان ما تلخبطش معاكم. بس بصوا ما علينا، هي رشة ملح، رشة بيكنج باودر، عندك بيكنج باودر حطيه كده هيديله زي ايه، هقول لكم انا،
زي هيورق الطبقات، يعني هيورق الجلاش نفسه اهو. بصوا، بودر وفلفل اسمر وملح، لا اكتر ولا اقل. واضرب اضرب اضرب في البيضه. حطيت حته رشه ملح، فلفل تاني عشان انا بحب الفلفل عشان زفرت البيضه. بصوا ضربتها كويس جدا. بعد كده هروح نازله عليها بكوبايه كبيره لبن. كتري اللبن، كتري وبلاش تستخسري. استخسرتي اكلك هيطلع مش حلو، اصل انتي اللي هتاكليه. تمام. انا عبيت الطبق لان انا عارفه معيار ايدي، يعني الكسرولة دي انا عبيتها، الكسرولة البولة دي انا عبيتها عشان انا عارفة معيار ايدي، مش بقولكم متلخبطة، سامحوني بقى. طلعت البلانشة دي عشان اطلع عليها الصينية عشان موحوحة. بصوا طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي. باقي السمنة ده انا مش هرميه، انا هاخده هعمل بيه الرز، عشان كده انا ركناه جنبي. بصوا مش محتاجة اني احط لها لبن، شايفين حمار الوش عامل ازاي. بس انا حطيت لبن ليه؟ عشان تبقى طريه، ما هي كده مقرمشه. اتبقى معايا حبه توابل من تحت، حطيت عليهم شويه لبن صغيرين وقلبتهم وبرده حطيتهم. بصوا هدخلها الفرن تاني، مش اقل من 4 دقايق ومش اكتر من 5 دقايق. تمام. هنا بقى رحت على البوتاجاز، انا كده دخلتها الفرن. اخدت شويه السمنه اللي انا قلت لكم اتبقوا مني، هعمل بيهم البسمتي باحلى طريقه رز بسمتي ممكن تاكليها. احنا مش بنحبه بالزبيب. تمام. بصوا بقى، هنا الرز كنت صفيته من الميه اللي اتنقع فيها. الكوبايه العسل دي اللي انا بعشقها، مصفايه تحفايه بصوا قلب قلب قلب، قلبته. كنت بغلي ميه بقى في الكتل، لاني انا اي رز لازم ميه مغليه، ما بعرفش استعمل ميه فتره او شوربه، مش كده يعني، مش بحبه قوي بالشوربه يعني. حطيت مكعب مرقه، ودي خلطة الرز البسمتي، هاتيها على ضمانتي، بوعدك هتاكلي احلى رز. اخدت منها معلقة كبيرة على الكمية اللي انا عاملاها، عشان دي اقل من كيلو بكتير، يعني مثلا نص كيلو وحبة صغيرين. فاخدت معلقة كبيرة وهقلبهم في بعض. لو مش عندك الخلطة دي وعايزة تعمليه ابيض ماشي، عايزة تحطي كاري كركم ماشي، بس الكركم بيديله طعم رخم شوية بصراحة. عندك بودرة زعفران حطي شوية، تمام هيبقى عسل. انا الاولاني ده كنت عاملاه، كنت بعمل بودرة زعفران. هنا المية بتغلي، نزلت بيها. طبعا عادة الرز البسمتي بياخد مية اكتر من الرز الابيض، بس غطيت عليه وطيت النار، سيبته بقى مع نفسه. ورحت نقلته على عين تانية، يعني على عين الاصغر. وجبت الطاسة اللي ماما كانت جايباها لي في عيد ميلادي دي انا قلت لكم ان انا بحبها، اللي هي السيراميك دي. قلت لها بقى انا هقلي، انا قليت يعني، انا كده كنت بقلي البانيه. فرحت قلت انا اروح اعمل بقى كيكايه كده للولاد وانا شغاله. حطيت 5 بيضات عليهم 4 معالق، هي 4 يا جماعه، 4 معالق سمنه كبار عليهم، كوبايه من اللبن ماشي، وكوبايه ونص من السكر، لا وكوبايه من السكر. انا حطيت كوبايه ونص عشان ولادي بيحبوها مسكره قوي. وحطيت الدقيق، 3 كوبايات دقيق او كوبايتين ونص على حسب دقيقك ما بياخد، والبودر والفانيليا. بصوا رجعت بحط دقيق تاني لاني انا حسيتها عايزه دقيق، فعلى حسب ما دقيقك بياخد حط لها، ما تحطيش ال3 كوبايات مره واحده، وما تخليهاش تقيله قوي. بصوا انا هنا كده كانت خلاص اتعملت، بس للاسف مقطعها لما خرجت، برضو كنت لسه بقلي في البانيه، مقطعها لما خرجت من الفرن المقطع اتمسح مني. بس يا بنات انا لسه بقلي البانيه، يعني انا بعمل الكيكه وكنت بقلي في البانيه، ما انا عايزه انجز وقت، مش شغال على الرخامه اللي هناك وعلى الرخامه اللي هنا وعلى البوتاجاز عادي. عشان تبقي شاطره خليكي ب7 ايادي، صح بتتقال كده، عشان تبقي شاطره خليكي ب7 ايادي.
البانيه دوت اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو من تفريزات الفراخ. خرجته من التفريز، لا حسيت ان هو ايه عايز برضو كفر تاني، فاديته كفر تاني ورحت قليته. بس يا بنات وده كان غدانا اليوم. انا ما صورتوش برضو كله على بعضه عشان كانوا مستعجلين قوي وكانوا جعانين قوي قوي قوي. صحيوا متأخر فقالوا لا احنا جعانين يا ماما، مش انتي لسه هتصوري يا ماما؟ فصعبوا عليا بصراحة. قلت لهم لا طبعا مش هصور، انا هحط لكم تاكلوا بس يا بنات. وبكده بقى هيبقى خلص فيديو النهاردة. اتمنى يكون كان فيديو خفيف عليكم. وتحطوا لي بقى لايك وكومنت، وما تنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم. وبجد كان الغدا جميل وخفيف. ويلا اشوفكم على خير فيديو جديد. باي.